خط نص الفريق هو عصب الفريق. كمل معايا الفيديو للاخر عشان تعرف احنا جايين نقول ايه. زي ما احنا عارفين ان النادي الاهلي اعلن عن صفقات جديده، منهم رجوع حمدي فتحي واليو ديانج، واعلن امبارح عن الصفقه الاهم محمد علي بن رمضان. فيتضح من ذلك ان احنا بقى عندنا بسم الله ما شاء الله نص ملعب متكامل، بيجمع بين القوه بين المهاره بين الاسيستات. بص كل حاجه. ليه نص الملعب او لعيبه نص الملعب اهم لعيبه في الفريق؟ ليه؟ رقم واحد، لانها بتربط بين الدفاع والهجوم. تربط بين الدفاع والهجوم. دلوقتي احنا عندنا لعيبه زي حمدي فتحي، مروان عطيه، ديانج، الثلاثه هيلعبوا رقم 6، مركز 6. الثلاثه هيدافعوا. مين اللي هيهاجم؟ معاك امام عاشور، واللي هيلعب مركز 8 او مركز 10 امام عاشور ومحمد علي بن رمضان. صفقات بسم الله ما شاء الله عليها، في جانب وجود قفشه واحمد رضا. الاهلي عامل قنبله في نص الملعب. في كاس العالم المدرب ريبيرو هيحتار ينزل مين ولا يلعب مين، ولسه الصفقه الاهم اللي الاهلي هيعلن عنها وهو احمد السيد زيزو. فخلينا نشوف مع بعض بكره مخبلنا ايه من اللعيبه اللي هتلعب اساسيه ومن اللعيبه اللي هتقعد على الدكه. بس بالمؤكد والاساسي ان انت حمدي فتحي هيلعب اساسي. انت جايب اللاعب ده تلعبه شهر، هو شهر واحد كاس العالم، فطبيعي انه هيلعب 3 ماتشات اللي هم بتوع كاس العالم ان شاء الله في دور المجموعات. محمد علي بن رمضان ما يقعدش دكه، نفس الموضوع امام عاشور. فانا اتوقع ان الثلاثه حمدي فتحي محمد علي بن رمضان وامام عاشور الثلاثه اساسيين. خلينا نشوف بكره مخبينا ايه.